يا مساء السعادة، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا بقى الواحد تعب واتهلك طول شهر رمضان، كل يوم طبيخ وإشي محمر وإشي مشمر. الواحد تعب والتكلفة كانت عالية قوي قوي قوي. فقلت بقى هعمل أكلة ببلاش، مش هجيب اي حاجة من بره ولا هكلفها جنيه يا جماعة. عندي بقى الكبد والقوانص بتاعت طول الشهر او طول الايام اللي فاتت. احنا النهارده ان شاء الله 18 رمضان. عندي كبد وقوانص كتيرة قوي من الفراخ ومن البط ومن الوز ومن الحاجات الحلوة دي. فقررت ان انا اخدها اعمل بيها يوم، اقضي بيها يوم. الحياة بقت غالية وصعبة. جبتها بقى وهعملها واعمل جنبيها بطاطس و... والحمد لله. وكان عندي شوية رز بسمتي جنبيها كده فاضيين من امبارح، فالدنيا حلوة يعني الحمد لله. ربنا يديمها علينا نعمة احفظها من الزوال. قلت بقى اعمل بطاطس الصوابع دي بطريقة حلوة شوية وتكون كده شيك، عشان خاطر الاولاد بيعشقوا اصلا البطاطس اللي هي مقلية، فما تكون بطريقة شكلها حلو العين بتاكل قبل البق. فجبت عندي الاسطمبه دي، كنت مشتريها ب7 جنيه ونص تقريبا. فقلت اقطع بيها البطاطس بالطريقه الحلوه دي، ومسكت البطاطس قشرتها وغسلتها كويس وقطعتها بالطريقه اللي انتوا شفتوها معايا دي، زي ما انتوا شايفين معايا كده. كنت بحط بتاع حوالي 5 رقات فوق بعض عشان خاطر انجز واخلص، عشان خاطر اصلا كمان مفيش وقت. زي ما انتوا شايفين معايا كده هبتدي ان انا اقطع البطاطس بتاعتي زي ما انتوا شفتوا معايا كده، وابتدي ان انا اغسلها. وعندي على زيت سخن جدا احط فيها البطاطس بتاعتي. اول ما تبتدي البطاطس بتاعتي تغلي كده وتبقى اتعملت، هبتدي ان انا اوطي عليها النار واسيبها مع نفسي. عندي بقى الدهن اللي طلعته من الكبد والقوانص هحطه الاول عندي يسلي كده ويعمل زيت او دهان، بيبقى طعمه مسكر جدا، بيخلي الحاجه طعمها مسكر جدا. ما رضيتش احط زيت ولا سمنه من بره. اول حاجه بعد ما جبت الكبد والقوانص غسلتها غسله ما اقولكوش بقى، فرقتها فرق. رحت راميه عندي الكبد القوانص يا ربي. وبعد ما خدت 3/4 تسويه كده، جبت عندي الكبد برضو اللي غسلها غسله تمام، ورحت حطها. انا بحب اكل مع الكبد والقوانص فلفل كده يكون حامي كده فظيع، بحمره معاها بقى زي ما انتوا شفتوا. جبت القرنين وحطيتهم في الصوص بتاعها يتحمر ويبقى فظيع. ابتدي بقى ان انا اجيب البطاطس بتاعتي قدام واحط دي مع بعضيها، ولا قلبت ولا اي حاجه، عشان لو قلبتي الكبد لما تتحط هتبتدي ان هي تسيح معاكي في النار. اول ما ابتدت ان الكبد تتشمع معايا وتمسك نفسيها، هبتدي ان انا اقلب البصل بتاعي. ده بصل وفلفل وفلفل رومي. ما رضيتش احط فلفل حراق مع ان الاكله دي بتحب الحراق، بس الاولاد هياكلوا منها فحرام. حطيت عندي القرنين الفلفل دول حراقين، وفي نفس الوقت لما تحطوا سلام ما بيدوش نكهه، ولا بيدوا نكهه لكن ما بيدوش الحرقان بتاعه وما بيدخلش في الاكل. البطاطس عندي جهزت والكبد والقوانص عندي برضو جهزت، وقلت اعمل جنبيهم سلطه بتبقى جميله كده، سندوتش الكبد والقوانص كده عليهم قرن الفلفل عليهم شويه سلطه فظاع. هجيب بقى الكبد والقوانص بتاعتي احطها عندي في البوله. عايزه اقول لكم ان احنا كنا مستعجلين عليها فكان فيها صوص شويه. عايزه اقول لكم ان احنا بعد ما اكلنا فات شويه حطيتهم لما نشفوا عندي على النار. يا ربي الله، شايفين بقى الجمال والطعامه والحلاوه. اغسلوها كويس بالملح والليمون يا جماعه عشان خاطر الزفاره. كل سنه وانتم طيبين. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتسيبوا لي تعليق حلو زيكم، وتدعوا لي دعوه حلوه. كل سنه وانتم طيبين.